الصراع الإنساني ليه أشكال كتير. ممكن يكون الصراع ده جواك، وممكن ينتقل الصراع ده للعالم الخارجي، بس الأكيد إنك هتخرج من هذا الصراع مش زي ما دخلت. علشان كده رواية النهاردة بتتكلم عن صراع إنساني صعب، البطل فيه موقفه مش سهل لأنه بيتخير ببساطة بين وطنه وأبوه وكل القيم اللي اتربى عليها. روايتنا النهاردة هي في سبيل التاج لمصطفى لطفي المنفلوطي، وهي خلاصة رواية تمثيلية للكاتب الفرنسي فرانسوا كوبيه. القصة تبدأ في مدينة البلقان لما مات الملك ميلوش، وبدأ الصراع على العرش بين الأسقف أتين والقائد برانكومير اللي هو والد بطل قصتنا النهاردة، وهو أحد أطراف الصراع اللي بدأنا الكلام عنه. وده يوصلنا إن احنا نتكلم عن الشخصيات. والله يا صديقي الشخصيات كانت مرسومة كويس جدا، يعني من شوية سطور تحس انك عارف الشخصية وعارف دورها ومقدر ردود افعالها. مثال على ده قسطنطين بطل الرواية، واللي بنقدر من خلال القصة نشوف نمو وتطور شخصيته، وتحول شخصيته من شخص شايف والده قائد ومثال وقدوة وحب الوطن والدفاع عنه، لصراعه مع والده القائد برانكومير اللي برضه شخصيته خضعت لتغيرات كتير جدا. يعني ببساطة بقى ناقم على بلده، تحول من قائد عظيم لخايب. ده غير شخصية بازلت اللي هي تعتبر نقطة تحول شخصية القائد برانكومير، واللي كانت بتمثل دور الشرير اللي ليه دوافع. وده يخلينا ننتقل للأحداث. أنا بشوف إن المنفلوطي قدر إن هو يخليك وأنت بتقرأ كأنك بتتفرج على لوحة كبيرة، مع كل مشهد من مشاهد الرواية بالظبط لوحة، زي مشهد معرفة قسطنطين بخيانة والده، أو مشهد المواجهة، أو مشاهد النهاية اللي مش هحرقها. وده خلاني أسأل نفسي سؤال: هي حلاوة وجمال الرواية جاية من الأحداث اللي كتبها الكاتب الفرنسي، ولا من صياغة وطريقة المنفلوطي؟ بصراحة أنا ما قرأتش العمل باللغة الفرنسية، بس اللي أقدر أقوله وأنا بشوفه إن العمل الأدبي حلاوته بتيجي من سرد الكاتب وذكائه في الوصف واستخدام الكلمات، واللي بشوف إن المنفلوطي نجح في ده جدا. أسلوبه هو المعنى الحرفي للسلاسة والعزوبة. يعني لما زمان كنت بسمع الكلمتين دول كنت عادي بقول كلمات وصف عادية، لكن فعلا حسيتهم وأنا بقرأ المنفلوطي. كمان استخدام الكلمات كان عظيم جدا، وده كان بيظهر لما الأبطال كانت بتكلم نفسها أو كانت في المشاهد المهمة. كنت فعلا بتحس بمشاعر الأبطال وتقدر تكون وسط الأحداث. كمان مش هتحس بصعوبة من الكلمات لأن هي كلمات بسيطة وسلسة. بس اللي لفت نظري جدا هي شخصية برانكومير اللي اتحول من قمة الإخلاص لقمة الخيانة. يعني كان بيأدي الخيانة بمنتهى الإخلاص. وأقدر أختم كلامي بأن أنا أقول إن الرواية دي كانت أولى قراءاتي للمنفلوطي، ومن بعدها بقى أحد كتابي المفضلين. وده اللي خلاني اوائل الفيديوهات اللي عملتها على القناه بتاعتي على اليوتيوب تكون ملخص كامل للروايه، وده علشان كان نفسي ارشحها للجميع وكل الناس تقراها وتحس باللي انا حاسه بيه. واخيرا طبعا روايه زي دي اعظم واكبر من ان انا اديها رقم، بس هي بصراحه حاجه فوق العظمه. لقد أقسمت لك على الوفاء بالعهد، ولابد لي من أن أبرر بقسمي. ولو كنت أقسمت لك على حرمان نفسي منك، وأنت الحياة التي لا حياة لي بدونها، لاستحييتك أن أحنث في قسمي أو أن أخيث بعهدي. أقسمت لك أن أخون وطني، وها أنا ذا أخونه كما أردت، راضيا مستسلما، لا أندبه ولا أرثي له. فرضاك هو الوطن كله، بل هو الدنيا بأجمعها. فليذهب الوطن كله، وليفنى العالم بأسره، فأنت لي كل شيء فيهما. وانا كده خلصت، واتمنى اعرف رايكم وراي اللي قرأوا الروايه في الكومنتس. سلام.